لو نفسِك تعمليها زي محلات الألبان وأحلى كمان، تطلع معاكِ كريمية وقشطة وحبّات القمح دايبة جواها وعاملة زي الزبدة، يبقى الفيديو ده ليكِ. النهارده هاقول لِك على كل أسرار العاشورة الكريمية الخطيرة جدًا، إزاي تطلع لونها أبيض زي القشطة بالشكل ده. حبّات القمح يا جماعة دايبة وخطيرة وطعمها مسكّر وفيها المكون اللي بيحطوه محلات الألبان. حطّي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرّة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. جبت معايا الكوبايه اللي هي بتاعه الشاي او بتاعه العصير ال 200 مللي، اخدت منها كوبايه الا ربع من القمح او الغله او البليله حسب ما بتسموها. جبتها غسلتها كويس جدا ونقعتها معايا بالشكل ده في الميه 3 ساعات. انا غسلتها كويس لغايه ما ميتها بقت صافيه جدا زي الميه اللي بنشربها. وبعد كده حطيتها ونقعتها بالشكل ده 3 ساعات. وبعد النقع 3 ساعات ببدأ ان انا اتخلص من مية النقع واديلها شطفة سريعة وانزلها معايا في حلة زي ما انتوا شايفين. كوباية الا ربع من القمح او الغلة مناسبة جدا للكيلو من الحليب. هبدأ دلوقتي ان انا انزلها في حلة وما تستهونيش بالكمية، ما شاء الله بيعمل معايا كمية كبيرة جدا. هبدأ دلوقتي انزلها في حلة مقاسها كبير شوية علشان ينفش كده براحته، وانزل عليها حوالي 3 كوبايات كده من المية، مية بدرجة حرارة المطبخ عادي. وابدأ ان انا احط كمان مكون هيفرق معايا جدا في المرحلة دي، وهو ربع كوباية من السكر. هنحط لها سكر واحنا بنسلقها، ايوه، علشان لما حبات القمح دي تفتح معايا كده تبدأ ان هي تتشرب المية اللي فيها السكر، فبالتالي يكون قلبها من جوه وطعمها مسكر مش مسخة. ضفت كده السكر وهبدأ ان انا ارفعها على النار، وكمان السكر بيساعد جدا وبيسرع من عملية التسوية. هرفعها على نار عالية، اول ما تغلي بهدي النار لغاية ما يبقاش فيها غير شوية مية صغيرين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ دلوقتي ان انا اطفي عليها واغطي الحلة، اكتم البخار واسيبها بقى لغاية ما تفشر كده زي ما بنقول، يعني حبات القمح تفتح كده معانا على البخار كده وهي متغطية مع نفسها. يبقى ولعنا عليها على نار هادية، أول ما خلاص اتشربت المية ودخلت في التسوية بطفي عليها واغطيها واسيبها لغاية ما تتفتح معايا. بعد كده ببدأ ان انا اولع عليها تاني وانزل عليها كيلو او لتر من الحليب. الحليب يفضل يكون مش مغلي، حليب كده يفضل بتاع محلات الألبان كامل الدسم. خليها بس في الحليب دلوقتي على نار هادية وتعالي أقولك بنعمل ايه. جبت معايا 4 معالق كبار كده هرميين من النشا، هدوبهم في شوية من المية لغاية ما الخليط يكون سائل كده وخليه على جنب. بحب أحضر الطبقين اللي هنشتغل فيهم دلوقتي دول والغلة والحليب معايا على النار. أنا بسيبها على نار هادية علشان القمح كده يتشرب معايا الحليب ويكون شارب طعم الحليب، مش مجرد حاجة كده محطوطة في اللبن وخلاص. الطبق التاني بقى وده المكون السحري بتاع محلات الألبان، بستخدمه دايما في الرز بلبن وفي العاشورة، وهو بودرة الكريم شانتيه. معلقتين كبار كده من بودرة الكريم شانتيه أو الكيس المتوفر في السوبر ماركت. ببدأ إن أنا أدوبه في حوالي ربع كوباية من المية المتلجة، وتقليب مستمر، مش محتاجين مضرب ولا حاجة، بالشوكة بالشكل ده على طول هتلاقي الكريمة ربطت معاكي وكأنك عملتي كريمة كده للحلويات. طب ايه البديل بتاع الكريم شانتيه؟ البديل بتاعه علبة قشطة أو قشطة بتاعة وش اللبن، أو اللبن بتاعك طالما مش مغلي كامل الدسم في القشطة بتاعته بخير ومفيش مشكلة. بس بصراحة أنا بحب معلقتين الكريم شانتيه دول، بيفرقوا معايا جدا في الطعم وفي القوام وفي الريحة وفي كل حاجة. خلاص كده عملنا الكريمة وعملنا النشا، نرجع مرة تانية للحلة اللي على النار. بنفس مقدار الكوباية اللي هي ال 200 مللي عايرت معايا كوباية الا ربع من السكر الأبيض. احنا كنا ضفنا ربع كوباية قبل كده وهي بتتسلق، ودلوقتي كوباية الا ربع، يعني مجمل السكر اللي أنا بضيفه على كيلو الحليب كوباية واحدة من السكر اللي هي مقاسها ال 200 مللي بتاعت الشاي أو العصير. بحط السكر وشغلي كله على نار هادية. أنا عايزة كل حاجة تاخد وقتها كده علشان زي ما اتفقنا الغلة كده تتشرب من الحليب. السكر طبعا بقلب تقليب مستمر لغاية ما يدوب معايا خالص، أبدأ والحليب كده بدأ إن هو يسخن ويطلع بخار اللي هو قرب يدخل على الغليان. بنزل معايا في المرحلة دي الكريم شانتيه اللي أنا عملته علشان يدوب معايا بالشكل ده. الكريم شانتيه خلاص داب او القشطه او ايا كان هتستخدمي ايه، اخر مرحله خالص والحليب بيطلع بخار، وقبل ما يغلي نبدا ان احنا نضيف النشا. بنضيف النشا المتدوبه في الميه واقلب بقى زي ما انتم شايفين تقليب مستمر على نار هاديه عشان القوام دلوقتي هيبدا ان هو يتقل ويربط معايا.
وفي المرحلة دي بابدأ بقى إن أنا أضيف الفانيليا، باضيف الفانيليا في المرحلة دي، والفانيليا هنا مهمة جدًا في اختيارها. باحب جدًا الفانيليا اللي بالسكر لإنها بتدّيني نفس الطعم بالضبط بتاع المحلات أو العاشورة الجاهزة، بعكس الفانيليا السائلة طعمها مش بيبقى زي الجاهزة، وكمان بتغمّق معايا اللون شوية لإن لونها بني. ولا الفانيليا الخام مش بتدّيني برضه الطعم بتاع الفانيليا اللي بالسكر، فباضيف معايا كيسين كده من الفانيليا اللي بالسكر وتقليب مستمر. خلاص كل حاجة كده جاهزة معايا، تقليب مستمر لغاية ما الحليب يدخل معايا في الغليان ويبدأ القوام يتقل بالشكل ده، وتحسي إن الغلة أو القمح منتشر في الحلة كلها، كده تمام جدًا. شوفوا لي يا جماعة القوام، اللهم بارك. دي بقى لمّا تبرد هتكون كريمية ومتماسكة ورهيبة وخطيرة جدًا. أول بقى خلاص ما تاخد غلوتين معايا على النار، بابدأ إن أنا أطفي عليها، كده القوام بتاعها جاهز، وأطفي عليها أكون على طول محضّرة الكوبايات أو الأطباق أو أيًا كان هتحطّي العاشورة بتاعتِك في إيه، لإنها لو بردت في الحلة هتاخد على طول شكل الحلة. لو تلاحظوا إحنا بنعمل تكات مهمة من البداية علشان تحافظ على اللون الأبيض ده. رقم 1 الحليب ما يكونش مغلي، لإنه لمّا بيغلي والقشطة بتاعته بتفصل منه بيبدأ لونه يصفر شوية، فإحنا ما غليناش الحليب في الأول واعتمدنا إن هو هيغلي بعد كده. رقم 2 السكر اللي مستخدمينه يُفضّل يكون سكر أبيض، برضه ده هيحافظ على اللون. رقم 3 الفانيليا اللي استخدمناها مش فانيليا خام أو فانيليا سائلة اللي لونها بني، لإنها بتغمّق معايا اللون. كل الحاجات دي بتحافظ معايا على لون العاشورة، والطعم بقى الكريمي الخطير من الكريم شانتيه أو القشطة أو أيًا كان هتستخدمي إيه، واللهم بارك. شوفوا لي يا جماعة الجمال. أول حاجة بقى بعد ما تصُبّيها تسيبيها على الرخامة تبرد تمامًا، تمامًا، ما تحطّيهاش أبدًا في التلاجة وهي لسه فيها بخار كده، أو تغطّيها وهي لسه فيها بخار، لإن ده هيعمل معاكِ طبقة مَيّة على الوش. لمّا تبرد كده تمامًا على الرخامة باغطّيها وادخّلها بقى معايا التلاجة لغاية ما تتماسك. هابدأ بقى دلوقتي في التزيين، ده طبعًا حسب المتوفر عندِك. ضِفت لها رشة جوز هند، رشة كده من الفستق، وحطيت لها كام قطعة من اللوز، يعني المتوفر عندِك. حطي جوز هند وزبيب طبعًا بتكون تحفة مع رشة فول سوداني خطيرة. سيبيها سادة زي ما هي ما فيش أي مشكلة، اللي متوفر عندِك اعمليه. أنا زيّنت كده الطبقين دول والباقي بقى سِبتهم سادة، وبُصّوا أنا مستعجلة عليهم جدًا حتى ما سِبتهمش في التلاجة إن هُم يتماسكوا معايا تمامًا. تعالوا بقى دلوقتي نطلّع كده بالمعلقة وتشوفوا لي يا جماعة القوام الكريمي، حبّات القمح متفتّحة كده ومفشّرة جوّه الحليب، وفيها طعم السُكّر من جوّاها، وشاربة طعم الحليب. يعني بُصّوا كل حاجة فيها خطيرة وكريمية ورهيبة. جرّبوها ومتأكدة إن هي هتعجبكم جدًا. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم إن شاء الله. مع السلامة.